جهاز الأمن الوطني بيدين النائب محمد سعدون الصيهود اللي هو ابن عم رئيس الوزراء اللي هو طليقي بتهمة ابتزازه ومحاولة وتهديده بنشر صور الشخصية. وبعد ذلك تمت إدانته من قبل قاضي الأمن الوطني المحترم، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات. طبعا تمت إدانته من قبل محكمة التحقيق لاقتناع القاضي بأنه المتهم الرئيسي لوجود عناوينه في كتاب الأمن الوطني ولوجود رقم تليفون عائد إليه متواصل وياي من هذا رقم التليفون مع رفق محادثات الواتساب اللي بينه وبينه بهذا التليفون اللي عائد للصفحة. وبعد كل هذا التعب والصيف والبرد والرسوم والمصاريف تم الإفراج عنه بتدخل تمييزي من قبل محكمة جنايات الكافة الهيئة الثالثة. واحترمنا القضاء وما صرنا حالنا حال أولاد الشوارع اللي يروحون يرمون على المناطق وعلى البيوت الآمنة، واتجأنا للقضاء وميزنا، سوينا تدخل تمييزي. يصدر التدخل التمييزي بالرد. زين، آمنت بالله، صدر بالرد، ليش ما يذكر تفاصيل الرد؟ خلي يذكر العبارة اللي ذكرتها محكمة الكرخ إنه كتاب الأمن الوطني لا يعد دليلا كافيا للإدانة. خلي التمييز يذكر هاي العبارة حتى تكون حجة، حتى دواعش كلهم يطلعون اللي انحكموا على كتاب الأمن الوطني، حتى المبتزين كلهم يطلعون اللي انحكموا على كتاب الأمن الوطني. ليش التمييز ما يذكر هاي العبارة حتى لا تكون حجة عليه؟ سيادة الرئيس فائق زيدان المحترم، اعتبرني مو عراقية، اعتبرني مو محترمة. الشخص المو عراقي ينصفوا له لا، الشخص المو محترم ينصفوا له لا. زين، انتم اذا ما تريدون محاكمته فتحوا لي اللجوء، خليني التجئ انا وبنتي للدول، خلي ننهان، خلي نسجل لجوء بالدول ونتبهذل، لان احنا ما محصين على كرامتنا داخل الدولة العراقية مع الاسف. هذا الفيديو اني ما نشرته اعتباطا. تم اقرار تعديل قانون العقوبات المادة 226 من قبل مجلس النواب. هاي المادة ساهمت في إبداء المظلومية أمام السلطات بكل احترام. معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى، أناشدك وأناشد المرجعية، هذا الشخص المبتز يجب أن ينال عقابه،